لو عملنا سونار مهبلي كويس قوي، يغني عن حاجات ماشين كتير قوي، كويسه يغني عن حاجات كتير قوي. وسونوجرافر كويس. مش برضه بقول ان احنا ما نعملش، لو محتاجين حاجه نعمل احسن حاجه. التحاليل المطلوبه لحاله داخله على بروتوكول الحاله المجهريه، عاوز اقول لحضرتك شويه تحاليل كده: اف اس اتش والال اتش والبرولاكتين والاي ام اتش والتي اس اتش والادرينو كورتيكوتروبين هرمون والدي اتش اي اي اللي بيسموه الداهيه، اتش بي اي 1 سي 6 هرمون بايند جلوبولين تستوستيرون وانسولين، وكمان بعدهم منظار الرحم. الحقيقه انا بشوف ناس كتير من ضمنهم اساتذتنا وزمايلنا الصغيرين لازم في بدايه البرنامج او بسم الله الرحمن الرحيم كده يقوم طالب كل الحاجات دي للمريض. انا رايي دايما زي بقول لحضرتك ان احنا الهدف بتاعنا ان احنا نعمل احسن حاجه للمريضه باقل تكلفه ممكنه. مش برضه بقول ان احنا ما نعملش، لو محتاجين حاجه نعمل احسن حاجه. بس الموضوع هو مش عمال على بطال كده، معنى ان مثلا في تحاليل اساسيه لازم نعملها. لازم نعمل تحليل مثلا الاي ام اتش. الام اتش ده فائدته انه بيقيس مخزون البويضات، فمهم الواحد لان بناء عليه بيحدد كميه العلاج وبرنامج العلاج شكله عامل ازاي. منظار الرحم هل احنا محتاجين لكل الناس؟ لا، مش لكل الناس. بالذات عندها مثلا دوره ملخبطه، محتاجين نعمل الغده ومحتاجين نعمل البرولاكتين. انا برضه مش عمال على بطال كده لكل الناس. الناس بتحتاج تحاليل بس مش كل الناس بتحتاج كل حاجه. طبعا سكه ملهاش اخر وما انصحش الناس يعملوها يعني. لو عملنا سونار مهبلي كويس قوي، يغني عن حاجات ماشين كتير قوي، كويسه يغني عن حاجات كتير قوي. وسونوجرافر كويس مع تاريخ مرضي كويس من المريضه، اعتقد انه ممكن يغنينا اغلب عن 80% الحاجات ما من نحتاجهاش. الحاجات ده دي. حقيقي طبعا، انا مع فهنلاقي حضرتك 100%. نفسنا يعني بنطلب من المريضه حاجات بسيطه جدا من غير أكيد. متعلقه بالهيستوري وبالسونار اللي عملناه. بالظبط كده، بالظبط.